بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سندرس اليوم طريقة صناعة بطارية بسيطة باستخدام حبة ليمون، مسمار من الزنك، وقطعة نحاس. القطعة النحاسية تمثل الجهة الموجبة للتيار الكهربائي، أما مسمار الزنك فيمثل الجهة السالبة للتيار الكهربائي. تنتج هذه الحبة ما مقداره 1 فولت تقريبا من التيار الكهربائي المستمر. بربط العديد من حبات الليمون عن طريق الربط بالتسلسل، أي القطب الموجب مع السالب والقطب السالب مع الموجب، يتبقى لدينا قطبين، قطب موجب وقطب سالب، وبذلك نزيد مقدار التيار الكهربائي الناتج. تشاهدون هذا المصباح الكهربائي أو ما يسمى باللاد، وهو مصباح يحتاج إلى القليل من التيار الكهربائي ليشتعل، لا يستهلك الكثير من التيار الكهربائي. بربط 4 قطع ليمون على التسلسل نحصل على ما يقارب 3.5 فولت، وهو تيار كهربائي كافي لشحن بطارية الهاتف النقال. يمكننا شحن بطارية الجوال في الحالة الطارئة باستخدام هذه التقنية. تشاهدون اشتعال المصباح الكهربائي مما يدل على وجود تيار كهربائي. بقطع قطعة أو حبة ليمون إلى 4 قطع وربطها على التسلسل، أي بربط القطب الموجب مع السالب والسالب مع الموجب، ينتج لدينا تقريبا ما يقارب 3.1 فولت، أي بإضافة قطعة خامسة عن طريق التسلسل ينتج لدينا حوالي 4 فولت. يمكننا استخدامها في شحن بطارية الهاتف الجوال